اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هاخدكم سريعا في كونسبتس زي ما باين كده من عنوان الفيديو، اسمه temporal dead zone. وده كونسبت موجود من ECMAScript 2015، يعني بقاله مده طويله. ولكن النهارده يعني عايز اخدكم ثرو ات، لان هو بيتسال في انترفيوهات وساعات بيطلع لك ايرور مسج ما تبقاش عارف هو ده ايه، وفي الكويزز الصغيره والكلام ده، فيعني موضوع لطيف. لو بصينا هنا هنلاقي عندنا variable وفانكشن متعرفين بفار وبفانكشن definition عادي. في الحاله ديت لو قلت له console.log الاكس، هتلاقي ان هو بيطبع لك هنا 10 عادي جدا. ولو رحنا هنا عملنا console.log الاكس وهي فوقيها، جينا نطبع المره دي هيطلع لنا undefined بسبب الكونسيبت بتاع الهويستنج، وهو ان الفاريبل definition بيطلع فوق خالص في بدايه الفايل اللي انت شغال فيه، وبقيه الاساينمنت بيحصل في المكان اللي انت عملت فيه assignment. لغايه دلوقتي الموضوع بسيط جدا. طيب نيجي على الفانكشن. لو قلت له if n 20 سي، ورحت جاي عامل كلير لده وعملت رن، يطلع لنا في الاخر 20. موضوع بسيط جدا. طيب لو جينا عملنا نفس الموضوع وطلعنا هنا ندهنا للفانكشن ب 20، متوقع يعني لو احنا قلنا ان الفانكشن نفس نظام الفاريبل هتطلع ب undefined، بس الحقيقه ان هي اشتغلت عادي جدا. ليه بقى؟ لان في حاله الفانكشن ديفينيشن بالطريقه ديت بيطلع هويستنج للفانكشن كلها على بعضها، كانك خدت الديفينيشن ده كله طلعته فوق خلاص. طب امتى هيتعامل مع الفانكشن على انها زيها زي الفاريبل؟ في حاله ان احنا نتعامل معاها على ان هي طريقه الفانكشن اكسبريشن، وجيت انده عليها بالشكل ده، هيطلع يقول لي error ان function is not a function او if n is not a function، عشان خاطر ال if n نفسها عامله زي ال x، الاتنين بيكونوا undefined. بيطلع برضو ال definition var if n بيطلع فوق خالص، وبيستنى لغايه لما يوصل لل definition بتاعها. طيب ده كان bad practices كانت معموله by design في الجافا سكريبت، وبالتالي لما جم يقدموا حاجه جديده في ECMAScript 6 او ECMAScript 2015، بداوا يقدموا تو variables جداد اسمهم var let وconst. بالتالي انت مش مفروض انك تستعمل var خالص. ولما تستعمل let، مش بس ان انت بتستعمل حاجه مودرن والكلام دوت، لكن هتشوف دلوقتي ان الايرور مسج هتختلف تماما وانت جاي تندى عليه. خلينا نشيل الفانكشن دلوقتي. لو جينا نطبع x و if n، في الاول بالفار كانوا الاثنين بيطلعوا undefined، بس المره دي لما نيجي نطبعهم طلع لنا حاجه اسمها cannot access x before initialization reference error. الريفرنس ايرور ده بسبب ان دول واقعين دلوقتي في حاجه اسمها temporal dead zone. احنا بنندى على x وفانكشن او if n في التمبورال ديد زون. ايه هي بقى التمبورال ديد زون؟ هو جوه اي بلوك من البلوكات دي، زي ما عارفين الليت والفار الليت والكونست الاثنين بيعتمدوا على البلوك اللي انت بتنده عليهم او عامل لهم انيشاليزيشن جواه، مش على الملف زي ما كان فاريبل بيشتغل. فبالتالي اي مكان جوه البلوك اللي انت عامل لهم ديفينيشن فيه قبليهم، يعني المسافه من اول لاين 1 لغايه لاين 4، كل ده temporal dead zone بالنسبة لإكس. والمسافة من أول لاين 1 لغاية لاين 6 ده temporal dead zone للفاريبل اللي اسمه fn. طيب يبقى دلوقتي عندنا الهويستنج بتاع الفار كان بيطلع الديفينيشن فوق خالص، فبالتالي بتفضل الفاريبلز ديت undefined لغاية لما يحصل لها assignment. ولكن في حالة الليت أو الكونست بيحصل إن هو بيحصل لها هويستنج بس بشكل مختلف جوه البلوك، بس بيبقى مستحيل عليك انك تستعملها قبل ما تكون defined، بسبب ان هي بتقع جوه التمبورال ديد زون. خلينا ندوس دوسه صغيره كمان. لو قلت مثلا ان انا عايز اطبع الاكس في الحاله ديت، وجيت اطبع كده، طبعا هيطلع لي ايرور، بس انا لو انا خليتها في المكان المظبوط وجيت اطبع الاكس المفروض هيطلع ب10 عادي جدا زي العادي. ولكن لو انا قلت له هنا مثلا let x بيساوي ال y اللي انت بتبعتها، وجيت اطبع، في الحاله دي برضو هيطلع لي ريفرنس ايرور. هيقول لي طب انا دلوقتي بطبع اكس ليه ما خدش اكس جلوبال تاني؟ عشان خاطر الكونست والليت الاثنين بيكونوا بلوك بيزد. فدلوقتي انا عندي بلوك معين هو البلوك دوت بيعتبر ان الاكس اللي جوه، طالما عملت فاريبل جديد اسمه اكس، خلاص هو عزل البلوك ده عن البلوكات الجلوبال، وهيتعامل ان في اكس واحده هي الاكس اللي جوه البلوك دوت. فبالتالي ما ينفعش تستعمل اكس قبل الانيشاليزيشن بتاعها، وهيطلع لك برضو ريفرنس ايرور. يعني اتمنى تكونوا استفدت اي حاجه في الفيديو دوت. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.